المنتخب المغربي منتخب اوفر ريتد ومنفوخ. يا ظالم انت ما تعلمت منا درس. بكأس العرب ظلينا نحكي هاتوا المغرب هاتوا المغرب لحد ما المغرب فاز بالكاس بفريقه الثالث. فشيسالا لاعب زامبيا قبل مواجهة المغرب حكم على منتخبه بالإقصاء من كأس أفريقيا بتصريح كارثي قال فيه المنتخب المغربي منتخب منفوخ واحنا قادرين نفوز عليهم وراح نتأهل ضدهم. آخر شيء أكل ثلاثة بالرأفة والرحمة وطلع من البطولة. بعد ما بدأت الشكوك تحاصل المنتخب المغربي تحديدا الركراكي بعد التعثر أمام مالي، الآن المنتخب المغربي بيقدم أفضل مباراة له في كأس أفريقيا. ضغط، فرص، هجوم، استحواذ، متعة، فوز بأداء ونتيجة لدرجة زامبيا ما عملوا ولا تسديدة على المرمى المغرب. المباراة الماضية أنا انتقدت الركراكي وكان بيستحق بصراحة، ولكن بهذه المباراة وظف اللاعبين بطريقة مثالية. البدء بالزلزولي كان قرار رائع لأنه فعلا عمل فارق بالمنظومة. ومع كامل احترامي لولا الانتقادات لكن شفنا مرابط أساسي في هذه المباراة، وأفضل قرار سواه الركراكي كان استغناؤه عن مرابط. شفنا خط وسط المغرب بقمة الجمال بتواجد أناحي، العناوي، صايباري. ابراهيم دياز ممكن يكون صفقة الشتاء لريال مدريد. الونسو ما استفاد منه كثير، ولكن بالمغرب ومن بداية البطولة منفجر اللاعب، 3 أهداف وهو هداف البطولة لحد الآن. أيوب الكعبي أيضا بيشارك ابراهيم دياز ورياض محرز بصدارة هدافي البطولة، 3 أهداف كل هدف أقوى وأجمل من الثاني. 3 أهداف منهم هدفين مقصيات، يعني الهدف الأول ما كان مجرد صدفة لأنه عاد نفس الهدف تقريبا أمام زامبيا. نحكي ألف مبروك لعودة أشرف حكيمي من الإصابة اللي راح يعمل فارق كبير أكيد مع المنتخب المغربي، أو ألف مبروك على التأهل الرسمي للدور ال 16 كمتصدر للمجموعة. ولكن لحد الآن خصم المغرب في دور ال 16 مش معروف. هدول ما المغرب، هدول اسبانيا تيكي تاكا 2010، اسبانيا 2012، برازيل 2002. هذا ما ايوب الكعبي، فداك قلبي وشعبي، هذا كريستيانو رونالدو. برجع بعيد وبكرر، المغرب منتخب مرعب. الله يحميكم من العين. بداية كاس افريقيا واليوم المغرب قال لنا راني انا المرشح رقم واحد، راكم كل العالم الكل قال لي المرشح رقم واحد، راني ما خيبتش امالكم، ما خيبتش مش امالكم، تصوراتكم. راني اليوم هاني جاوبكم على الميدان. اللي نحب نقوله اليوم اقوى رساله اليوم، قطع نظر عن امتياز كامل الفريق. أنا عيب وانه معناها ايوب الكعبي كذاب بالاسماء الكل إيه؟ نشيد بالفريق المغربي وتشيد به مش معناها احنا معناها نتراجع اخطاء، ما اخطأناش. يعيشكم خلينا نفهموا بعضنا شويه. بس مين اللي قال انك اخطأت؟ لا معناها لا نحكي لانه فما حمله كبيره الناس تتحدث، فما اللي معاه وليد الركراكي فما اللي ضده. إيه؟ احنا لنا معاه لنا ضده. واليوم يستحق الاشاده؟ بالطبع يستحق الاشاده؟ بالطبع طيب يستحق. بدر ما ذكر وليد؟ ايه بدر في قلبه ذكرها، ما قالها لناش لنا احنا لانه يحب وليد الركراكي. ما هو قال هو عنده علاقه حميميه به. يا مثبت العقل شو اللي عمله ابراهيم دياز مع المغرب يا جماعة؟ هذا ليونيل ميسي ولا ابراهيم دياز يا رجل؟ هذا ليونيل ميسي المغرب ابراهيم دياز. تعال يا مدريدي شوف لاعبك شو قاعد بيساوي مع المنتخب المغربي. تعال يا مدريدي شوف ابراهيم دياز ماذا يفعل مع المغرب في بطولة افريقيا. يخرب بيت ام الجنون. ليونيل ميسي المغرب يا رجل. احتراف. بأول 3 مباريات 3 أهداف سجل إبراهيم دياز كثاني لاعب بكل تاريخ المغرب عم بيعملها. 3 مباريات 3 أهداف، وتشابي ألونسو حاطه على الدكة. شوف الهدف يا رجل، شوف الاحتفالية، انسى الهدف وتطلع على الاحتفالية. جنون. يخرب بيت إبراهيم دياز ماذا يفعل مع المغرب يا جماعة. يا ولد جول الله يا ايوب. والله ما باغته، والله ما برافو. غته. اول 9 دقائق. برافو عليك ايوب، برافو. لاعب انك لاعب ممتاز للامانه. ممتاز يا ايوب، ممتاز والله يا ايوب. برافو عليك. الله عليك يا ايوب. لا بيستاهل الصراحه. بيستاهل يكون. والله برافو عليك. ليه يا ابني خلينا نحضر. استنى بقى يا زلمه الجول مش مبين كثير. عيدوا يا مخرج، عيدوا يا مخرج. والله ما غته. ايوه هذا حجبتوا الشمس ممكن تقعدوا. هذا لكل واحد مشكك في المغرب. يا سلام الله عليك يا ايوب. بين 4. برافو عليك ايوب، والله انك ممتاز قسما بالله. والله انه رائع وحش ايوب. والله ايوب وحش والله. ديما المغرب. برافو. هسه بدك ثاني وثالث لانه المغرب اليوم بحاجه انه يكون اداء ممتاز وفي نتيجه. لانه الجمهور ماشي، لانه مالك الجمهور المغربي زعلان على اخر مباراه. حقه للامانه. على اللعيبه ما شاء الله وعلى التنظيم. وحش ايوب.
هاو المايسترو يا سلام يلا زلزولي يا سلام يا ولد الله يا ابراهيم الله يا ابو دياز والله بتلعبوا الله يا ابو دياز والله بتلعبوا. هذا المستوى اللي بنعرفه للمغرب. كل مباراة هذا هو بجيب جول دياز يا اخي. لعيب لعيب اللهم لا حسد ما شاء الله. طيب وين يا ثار؟ هذا وينه بمدريد الحكي؟ طيب لسه والله بدي اقول وينه بمدريد؟ هيو ابراهيم دياز يا اخوان لاعب ممتاز. وينه هذا الحكي بمدريد؟ لعيب والله جول اسطوري والله والله والله. بداية من عند ليش ما احتفلتش؟ ما احتفلتش؟ ما تعرف من ايدي بتوجع. قوم موزمبيقي حرامي. موزمبيقي. برافو عليك يا دياز. حلو يا انا بحبك مدريدي بس مغربي. والله جول اسطوري يعني من عند أناحي لعند الزلزولي لفينش ابراهيم دياز. برافو عليك. جول اسطوري. يا سلام يا أناحي يا سلام واحلى من زلزولي. فينش بجنن والله. هذا هو يا لعيب. لا اليوم المغرب غير على مباراة مالي صراحة يعني. هندس والله هندسة عن جد هندسة. حلو ابراهيم. زيمباوي زيمبابوي. يا اخوان اكتبوا له بالتعليقات ثائر موزمبيقي ما بيشجع المغرب هذا عدو. برضه دياز بده يرفع. لا رفعاته حلوة دياز والله هيك. اوه باين على القريب. عرضوا ناحي يا الله. لا يا حكم. المرة الثانية حرام عليك. المرة الماضية نفس الشيء. حرام عليك تحرمنا من هيك جول بجنن. يا بتسلل. ما فيش فيها تسلل يا جماعة الظهير اللي فوق. ظهير اخر واحد صح؟ الظهير اللي فوق مش متسلل. كاسرها مش متسلل مش متسلل. يا الله مش متسلل. والله الجول اسطوري يا زلمه. حرام يلتغى. يا كعب يا اخوي حكم. تكون سنتيمترات بس. حكم بالله عليك ما تحرمنا من هيك جول حلو يا زلمه بالله عليك. حرام عليك. جول والله بيستاهل والله بيستاهل. دخل التاريخ يا اخوان ايوب الكعبي. هدفين دبل كيك في دور المجموعات. والله بيستاهل زكي ايوب. لاعب اسطوري صراحة بيستاهل يكون موجود على حساب نصيري صراحة يعني وحتى على حساب الصباري لانه صراحة مهاجم قناص وزي ما حكى ثائر بيعرف يتمركز. مهاجم ايوه. بعمل زيه تافه ايش دخلك؟ انا سمعت شو ملاحظ مالك اي حدا يقوم بضربك مش عارف شو القصه شو فيه مش عارف. شوف ثائر شوف واو يا صورها صورة اختصاص. بعدين اسمع بخطف الدبل كيك خطف خلي الحارس يتفرج خطف والله من هون احلى. المنتخب المغربي قدم افضل مباراه ليه على مستوى بطوله كاس الامم الافريقيه. فاكرين ماتش جزر القمر؟ فاكر يلا ماتش جزر القمر يلا الماتش اللي هو كسبته ده وكان ادائك وحش فيه. فاكر قلت لك ايه؟ قلت لك مجموعه من الملاحظات سبحان الله وليد الركراكي لما طبقها في الملعب اشتغلت ليه؟ عشان الكرة مش كيمياء هندسه. الكرة سهله وبسيطه وتقدر ان انت تظبط بيها. يعني مثلا نصير مزراوي بيلعب في الباك الشمال، محمد الشيبي بيلعب في الباك اليمين، مفيش سفيان مرابط في الملعب. لا اله الا الله. اخيرا وليد الركراكي تجاوز مرحله سفيان مرابط وقرر ان هو ما يحطوش في التشكيله اساسا. لا والبدايه على الاطراف، ابراهيم دياز على اليمين، عبد الصمد الزلزولي على اليسار، وستر يا ستار، وايوب الكعبي في الخط الامامي. كوره لا وايه من كتر الحلويات ادم والناس بيلعب جنب نايف اجرد في الخط الخلفي اللي هو يا ايه يا راجل ده انت ناقص كنت تجيب طارق السكتيوي يدرب الماتش. ايه ده معقوله هل هناك من يؤمن بالديمقراطيه من مدربين الفرق العربيه يا راجل؟ يا راجل الحمد لله على السلامه. والله الحمد لله على السلامه. جاي من السفر. منتخب المغرب وصل بطولة افريقيا اللي في المغرب يا جماعة اخيرا. يعني اعتقد كده جماهير اغاذير تقدر ان هي تشجع المنتخب المغربي بنفس بعد ما كانت واخدة المنتخب المصري توكيل اخر كام يوم. ليه؟ لان الواحد كان بيتفرج على ماتشات المنتخب المغربي كان فيها كمية تقل دم مش طبيعية. النهارده انا بتفرج على منتخب المغرب يا باشا لسوع اضرب اجلد. انت لسه هتهزر؟ انت مش شايف نفسك يا عم الحاج على قولة بوحة؟ ده انت لو قرعت في وشهم هتنزل صالة حديد. انت بتتكلم في ايه يا ابو؟ انت عارف واحدة من الماتشات اللي بتثبت ببساطة ان احنا لما بنحط ال11 لاعب بيعرفوا يلعبوا كورة فاحنا بنلعب كورة. لما بنحط 11 لاعب مفهومش فواعلية، مفهومش ناس تاخدهم معاك وانت راح تجيب نقلة رملة، مفهومش ناس هم كل دورهم في المنتخب وكل انجازاتهم مع المنتخب ان هم قدام في المنتخب. بتبقى الدنيا حلوة. انت عارف انا بكره لقب اللاعب القديم في المنتخب صاحب الخبرة. يا سيدي على عيني وراسي صاحب الخبرة وانت ما بتضيفش اي حاجة. منتخب المغرب النهاردة هو ده منتخب المغرب اللي مستنيين نتفرج عليه من
جول يا ابن اللعيبه. ايوب الكعبي جامد يا جدعان، جامد يا جدعان، يا ابن اللعيبه يا كعبي، جامد يلا والله. صعدوا كده، المغرب صعد كده خلاص. اسيست الشيبي. ايه يا شيبي، احنا سايبينك في الايجيبشن ليج، تيجي لنا في الشامبيونز ليج، الشامبيونز ليج الافريقي. لا جامد، حلو يلا والله، حلو يلا والله. المغرب جامد يا جماعه. 1-0 لحد دلوقتي يا رجاله، لسه واحد. بس المغرب مش قد كده، خلي بالك، هي كسبانه واحد بس الدنيا لسه مش احسن حاجه. حلوه يالا. ايه التاني. ابننا، ابن المرنجي، ابراهيم ابو دياز. حلوه يالا والله. كده خلصت، كده المغرب خلصها، كده المغرب خلص يا حبيب اخوك. شكلها كده يا رجاله فيها حفله، والله اعلم. شكلها كده فيها حفله. لا بس الجول ملعوب، الجول ملعوب. اللعبه الحلوه يتقال عليها حلوه، لا الكره ملعوبه. اشرف حكيمي، ايه يا اشرف هتلعب النهارده؟ حلوه يالا والله. لا البيانيه جامده يا جدعان، البيانيه جامده يا جدعان، والفينش عالي يا جدعان. البيانيه جامده والاسيست جامد والفينش اعلى، الفينش اجمد. لو الواد الكعبي كان هيجيبها. لا حلوه 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 حلوه. الحارس يعمل لها ايه؟ مستحيل يعمل لها حاجه، مستحيل. لا مركونه يا جدعان، مركونه. يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، انت بتعمل ايه يالا؟ هتلغي ايه يالا؟ هتلغي ايه يا ابن المجانين؟ الكره دي لو اوف سايد 4 متر لازم تحسبها. الواد ده يا جدعان والله فيها شك يا جدعان، والله فيها شك يا جدعان. يا ابن اللعيبه والله حتى لو اوف سايد يتحسب، والله لو اوف سايد يتحسب. الجون عالمي، حقك تزعل، حقك تزعل، والله حقك تزعل يا حكم يا ابن المتضايقه. ده ما يتلغاش، انت فاهم غلط. ده تاني هدف ليه في البطوله دي دبل كيك، والاتنين احسن من بعض، الاتنين بيعلوا على بعض. الواد ده يا جدعان فيه جينات كريستيانو رونالدو، الواد ده مطبق على هدف كريستيانو في اليوفي بوفون. حرام والله، حرام والله يا جدعان، احسبوها حرام والله، تستاهل انها تتحسب. والله فيها شك، والله فيها شك، فيها شك والله. يا رب تتحسب يا اخي، والله والله يا رب تتحسب. الشيبي بيقول له احسبها يا عم، احسبها يا سيدي. مش مستاهله الحنياكه دي كلها، المفروض تحسبها، جون ما يتلغاش يا جدعان. تفرق يا جدعان جونين لايوب الكعبي بنفس الطريقه في نفس البطوله في نفس النسخه، قيمه تسويقيه رهيبه لايوب الكعبي بعد البطوله. ها جول، الله عليك. لا يستاهل الجون، يستاهل، تستاهل.
يستاهلوا والله، يستاهلوا والله. جون علامه يا جدعان، جون علامه يا جدعان، حرام والله ما يتحسبش، حرام. تستاهل ايوب والله. كده تقريبا ايوب هداف البطوله، كده ايوب هداف البطوله اعتقد يعني. يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. الحارس هيعمل ايه يا جدعان؟ الحارس بيديها واحده سيشن كده رايق، هيعمل لها ايه يا باشا؟